عملت ايه يا محمد رمضان؟ انت عملت ايه؟ انا امبارح نزلت فيديو كده اعلان للاغنيه اللي رايح اصورها دلوقتي، وصاحي متاخر على تصويرها والله، بس كان لازم ارد على بعض النقط اللي قريتها. فاك يو يا محمد بلجة، تتصور مع اسرائيلي يهودي؟ قال النبي ما خلا يهوديين بمسلم الا فكر في قتله. وبعض الحاجات الغريبه اللي لاحظتها، كتير جدا مش مصريين بيشتموني: انت خاين، انت مش حاسس بالغلابه، انت مش عارف ايه. كلام غريب جدا، وحق اهل بلدي علي ان انا ارد. ما كنت انا نمبر 1، انا الزعيم، انا الالماني، انا الكل. على الكام نقطة اللي عايز اتكلم فيها منهم: انت مش حاسس بالغلابة فلازم تسند بلدك وتقف جنبها. لا، وانا لازم اسند بلدي واقف جنبها عشان ده حق بلدي عليا. يهود نص المصحف لا راس اليهود، وانت صرت تصور معاي يهودي وفارح حاضر اليهودي نادي على حضنه خاله اللي بسرعه يقول خاله. مش حاسس بالغلابة؟ لا، انا عشت 22 سنة في وسط الغلابة. انا راجل طالع من وسط الغلابة. انا راجل اللي اتولد في منطقة اسمها الأصابجي جوه المنيب، عشت فيها 18 سنة، عشت 22 سنة لا املك جنيه في البنك. نسيت من هم اليهود يا انت؟ لك شعبيتك، انت الناس بيحبوك، لك صيتك، لك حبك في مصر بين الناس. تنزل من قدرك لا عند واحد اسرائيلي يهودي تنزل من قدرك لا عند يهودي، تتصور مع يهودي. احنا نشين نوري اليهود قدرهم، نشين نخذلهم ننذلهم، ما حد يرضى يتصور معاهم، ما حد يرضى يجلس معاهم، نعرفهم قدرهم، مش ان احنا نتصور معاهم ونصير حفلاتهم ويجوا حفلاتهم. نو غير اسمك محمد رمضان، ما تنساش اسم هذا، نسميك دونييل كان خارفو. محمد رمضان اسم، يعني هذا اسم واحد، اسمك من اليوم كرخاف جنكول بيو. غير اسمك. مكنت انا البرنس، وثقتي بالله سبب نجاحي. فاك يو. لا تعرف الله، لو تعرف الله ما تتصور مع يهودي اسرائيلي. اي حين نتصور مع اليهود، اي حين نصير حفلاتهم، اي حين جو حفلاتنا، عندما اليهود لا بيآذوا المسلمين ولا المسلمين بيآذوا اليهود، كل واحد في حاله، كل واحد بيعمر بلاده، كل واحد في حال، لكم دينكم ولي دين. اما اذا كانوا بيقتلونا، بيغتصبوا اراضينا، مغتصبين للقدس، نتصور معاهم ونفرح بهم ونفتخر بهم، طاو عليك خنيس. يهودي نوريهم قدرهم، ندعسهم. انت من مصر ام الدنيا. مصر اكثر شعب يكره اليهود، مصر اكثر شعب قاتل اليهود. نسيت الشهداء المصريين الذي قاتلوا اليهود. مصر اكثر شعب بيقاتل اليهود ويكره اليهود، وانت تشوه سمعة المصريين. انت لا تمثل مصر، ومصر ام الدنيا وبيكرهوا اليهود وسيظلوا يكرهوا اليهود، وهم مع القضية الفلسطينية واكثر شعب مع القضية الفلسطينية. نمبر 1 اما انا لا ندخلك نمبر 1 المركزي، قال لك نمبر 1. الان تطلع فيديو وتعتذر وتقول انا ضد اليهود وانا مع القضيه الفلسطينيه وفاك يو لليهود، وشطب للجنكيز خان. ما دخل جنكيز خان. بكره اسرائيل وبقولها لو اسال ان شاء الله موت قتيل او فعلوا اشتراك، فعلوا جرس، وفاك يو لاسرائيل، فكوا والديهم.